السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. كانت هناك معلمة في إحدى الدول الغربية كانت تدرس مادة الرسم لأولاد صغار، وفي يوم من الأيام دخلت هذه المدرسة الفصل على التلاميذ، ثم طلبت طلبا غريبا من التلاميذ أن يقوموا به ويرسموه. لقد طلبت من التلاميذ أن يرسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراسة الرسم، فكان في الفصل تلميذ مسلم، فبدأ التلاميذ جميعا في الرسم، وكل تلميذ يتخيل وجه إنسان ثم يقوم برسمه إلا هذا التلميذ المسلم. لقد رفع هذا التلميذ المسلم يده إلى المعلمة طالبا الإذن لكي يقوم ويتحدث معها، وإذا بالمعلمة ترفض طلبه ولا تسمح له بالقيام والتحدث معه، فأنزل الطفل يده بعد رفض المعلمة له الإذن بالتحدث. وفكر هذا الطفل المسلم ماذا سيفعل في طلب المعلمة برسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس الطفل وظل يفكر بعض الوقت ماذا سيرسم. وبعد مرور وقت حصة الرسم يعطي التلاميذ كراساتهم إلى المعلمة ومعهم التلميذ المسلم، فأخذت المعلمة كراسات التلاميذ وذهبت لكي تنظر فيها وماذا رسم كل طفل، فبدأت بالنظر في الكراسات، وقد رسم التلاميذ صورا عادية تشبه صور الإنسان. ولما وصلت إلى كراسة هذا الطفل المسلم وجدت هذا الطفل وقد أراد أن يوصل لها رسالة مهمة لكي تعرف من هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كتب في كراسته: حبيبي يا رسول الله، اليوم طلبت منا المعلمة أن نرسمك، وإني أحب الرسم ولكني لم أسعد برؤيتك لكي أرسمك، لذلك أغلقت عيني فرأيت. وماذا رأيت؟ رأيت دمعة سخية في عيني أمي، وكانت تقرأ سيرتك الكريمة يا رسول الله. ورأيت فيما رأيت أبي يصلي في جوف الليل، ورأيت أيضا أختي الكبيرة تبتسم بينما كانت الشتائم تنهال عليها في الشارع. ثم رأيت أعز أصدقائي يطلب مني أن أسامحه، علما بأنني أنا المذنب بحقي. أريد أن أرسم كل هذه الصور الكريمة يا رسول الله، فإني أريد أن أرسم كل هذه الأخلاق الكريمة التي تعلمناها منك يا رسول الله. ثم تخيلت ابتسامتك يا رسول الله، فكيف يمكن للإنسان أن يرسم ابتسامة مشرقة وكأنها القمر؟ إنه رسول الله الذي كان وجهه كالقمر في بدره. يا رسول الله، لقد أردت أن أخبر المعلمة بكل هذه الأخلاق وغيرها التي تعلمناها منك، ولكنها رفضت، ولكني لا أعتب عليها، لأنها فيما أظن لم يسبق لها أن أحبت إنسانا لم تره. أما أنا فإني أحبك يا رسول الله، أحبك مع أنني لم أرك. قد لا أجيد الرسم، ولكني أحب الكتابة، فأحب أن أكتب إليك يا رسول الله. ليتك تعود إلينا بضع ساعات أو بضع ثوان أو حتى للحظات، لعل عودتك هذه لتساعدها على معرفتك يا حبيبي يا رسول الله.